السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنعمل البصارة. البصارة أكلة مصرية عتيقة، كل الناس بتحبها، كله بياكلها. ما أعتقدش إن في حد في مصر أو واحد مصري ما بيحبش البصارة. إذا كان في حد ما بيحبش البصارة أو يعرف حد ما بيحبش البصارة، يا ريت يكتب لي في التعليقات. البصارة أكلة مشبعة وجميلة جدا. يلا نبدأها ونشوفها بتتعامل إزاي أو أنا بعملها إزاي. بسم الله الرحمن الرحيم. حلة بحط فيها نص كيلو فول مدشوش، الفول اللي هو المجشر، تمام، ما يكونش فيه اي قشور. بعد كده بنزل عليه بلتر او لتر ونص ميه، لتر ونص ميه لان هيعوز ميه كتيره. بعد ما يغلي تشيل الريمه بتاعته، على قدر الامكان تشيل الريمه. بعد كده بنحط عليه بصل، وبنحط عليه نص راس توم، تمام. وبعد كده جزر مبشور مع جرن فلفل حراك. انا ما رضيتش اجيب لكم التجهيزات، يعني بشتغل على طول. بعد كده بتحط عليه كزبره وبتحط عليه شطه تاني. انا بحب الاكل يكون مشطشط، يعني يكون فيه نسبة طعم الشطه واضح. بعد كده الملح، تمام. وبعد كده بتحط عليه الكمون، وبتحط عليه مكعبين ماجي. مكعبين الماجي بيدوه كده ايه، تيست وطعم مختلف يعني شويه، تمام. وتاخدي بالك من الملح، ان الملح يكون مظبوط، تمام، لان انت هتحطي ماجي فلازم تاخدي بالك من الملح بتاعك يطلع مظبوط، ما يطلعش الحاجه منك ملح. بعد كده هنغطيه. هنا النار هو كان بيغلي، فخلاص غلى كويس وتأكدت من غليانه كويس، بوطي عليه النار خالص زي ما بندمس الفول المدمس، تمام. وبتسيبيه ساعة. بعد ساعة بتيجي تشوفيه هتلاقيه استوى. بعد كده بتنزلي فيه بالهاند بلندر او بتحطيه في الخلاط، بس تستنى عليه شوية لما يبرد علشان الخلاط بتاعك ما يبصش. هنا انا لقيت ان الفول تقيل خالص يعني تخن، بيجي عامل زي يعني مهلبية تخينة خالص كده. ف يعني تقيل، فحطيت له مية تاني علشان اخفه. بدل ما هو تخين كده انا عايزاه لافف، يعني مش عايزاه يبقى تخين في اكله، يبقى قطع قطع كده، لا. بعد كده بتنزل عليه بالكزبرة الخضراء. بصي، هو والملوخية كزبرة خضراء وملوخية ناشفة. الكزبرة بنحطها ناشفة وبنحطها خضرة. البصارة بتحب الكزبرة، تمام. هنا انا خدت شوية علشان اشوف ادوق الملح والطعم بتاعه عامل ازاي. بعد كده بقى هنزل تاني فيه بالهاند بلندر اضربه تاني علشان خاطر ايه، الخضرة. في ناس بتحب تحط الخضرة في البداية مع الفول، بس انا بلاحظ ان الخضرة، الكزبرة الخضراء لما بحطها مع الفول من البداية لونها بيغير، لكن بحطها كده بتفضل محافظة على لونها، يعني بيبقى لونها مخضر كده شكله حلو. معلقة سمنة كبيرة. بعد ما خلاص كده انا فرم الفول طحنته خلاص، فهحط الحلة زي ما انتم شايفين على جنب. هنزل بمعلقة كبيرة سمنة، معلقة محترمة كده. هنزل عليها بايه، بشوية بصل كتار، يعني انا كنت فرمة بصلتين كبار ناعم، بتفرميهم ناعم وبتنزلي بيهم في السمنة، وتفضلي تقلبي فيهم لحد لما يجربوا على التحمير. عندما يجربوا على التحمير نشوف بقى هنعمل ايه. لما يجرب على التحمير هنحط عليه توم، وهنحط عليه كزبرة، وهنحط عليه كمون، تمام. يعني هنا هو هنبدأ نقلب فيها. وفي الوقت ده على عين التانية من البوتاجاز بكون حاطة حاجة، طاسة كبيرة أو أي حاجة أحط فيها كمية زيت عميقة، وانزل عليه فيها ببصل مقطع شرايح زي اللي بنعمله للكشري، علشان عايزة أعمل تزيين ليها ببصل محمر، تمام. وهنا البصلة جربت تستوي، جربت تحمر خلاص. والناحية التانية على العين التانية من البوتاجاز عليها الزيت محطوط فيه البصل. بس انا منتبهة لدي علشان لو لا قدر الله البصلة اتحرجت يبقى خلاص كده. حطيت التوم، ان التوم بياخد وقت في التحمير اقل من البصل. وفي نفس الوقت احنا مش هنحمر التومة جامد برضو، يعني التوم بس يدوب كده يسخن مع البصل وريحته تطلع وريحة الكمون مع الكزبرة تطلع. نفضل نقلب فيهم كويس وناخد بالنا وننتبه واحنا بنقلب ان البصلة والتومة ما يتحرجوش، احنا مش عايزينهم يتحرجوا. بس خلاص كده الريحة طلعت وفحفحت عندي. جيت نازلة بيهم فين، تنزلي بيهم كده زي شهجة الملوخية، تحطيهم بسم الله تيجي حطاهم، وتيجي قافلة الغطا على طول. بعد ده يعني بعد كده نص دقيقة ترفع الغطا وتقلبيها، تمام. بس كده يبقى انا كده البصارة بتاعتي جاهزة.
ما فاضلش بس غير ايه البصل، ان البصل يكون حمر واطلعه علشان احطه على ايه، على البصارة. ويا سلام عليها بقى لو هتاكليها مع عيش شمسي، الله الله على الجمال بصراحة. يعني انا بحب البصارة وبحب الفول المدمس، ان اكلهم بالعيش الشمسي. العيش الشمسي ده بيبقى وهم مع البصارة والعيش، مع البصارة والفول المدمس. والفول المدمس كده بقى بزيت وليمون، ومعاهم البصارة وعليها ليمون. يعني بجد والله بتبقى أكلة حلوة خالص. كده انا طلعت البصل كده حمر، وطلعته زي ما انتم شايفين مطلعاه على رغيف عيش عشان يمتص الزيوت. بصوا، الرغيف العيش بيمتص الزيوت احسن من المناديل صراحة. بسم الله الرحمن الرحيم. كده بدأت مرحلة الغرف علشان نطلعه. الله اكبر، بصوا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. انا زينته بالبصل المحمر حوالين داير حوالين الطبق، وخليت باقي الطبق برضو بحيث ان اللي عايز بصل ياخد. تمام، مع طحينة ومع شوية مخلل، اي نوع مخلل عندك، وان كان سلطة، كل الحاجات دي تمشي معاها. بألف هنا وشفا لينا وليكم، واشوفكم في فيديو تاني بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.